هنكمل بقى اللي عملناه. بليز نحط ورقة جنبنا نحط فيها رقم السلايد اهو اللي تحت ده. لو احنا عندنا سؤال او عايزين نرجع له، انا كل كام توبيك كده هاخد الأسئلة بتاعتكم عشان نشتغل بس ايه بنظام وعشان نعرف نركز. التوبيك الثامن، امبارح احنا اتكلمنا في 7 topics. التوبيك الثامن لما بيبقى عندي لستة، اللي هو أسهل سؤال في العالم خلاص. When I have a list زي مثلا men's fortunes futures and educations، دايما بعرف الليست بيبقى في قبلها حاجتين ثلاثة، مثلا بيبقى في حاجة بعدها حاجة وبيبقى في and. طبعا بما ان انا عندي لستة فانا محتاجة كوما قبل الاند، يبقى مش هينفع A و D، وانا مش عايزة السيمي كولن دي، ان احنا بنستخدم السيمي كولن between two complete sentences، يبقى B. دي لستة تانية بس أطول شوية، الأجزاء بتاعتها أطول شوية. She smiles أدي الجزء الأولاني من الليستة. gives the child a friendly caress أدي الجزء التاني. بعد كده عندي and، وبعد كده الجزء التالت takes away the colors. يبقى المفروض البنكتويشن هنا يبقى ازاي؟ طبعا أساسي الكوما اللي قبل and، ف I will remove the answers that do not have a comma before the and, which is basically all three of them except D. Okay, topic number 9: when to use a colon, when to use a dash. عموما reserve الداشز للshocking extra information، أو when we say something surprising أو something unexpected. أو عموما لو عندك في الchoices اللي عندك في داش بره وداش جوه التشويس، يبقى غالبا ايه we have to pair them up، لازم ان احنا نستخدم a pair of dashes. خلاص. الكولن بيستخدم في حالتين، هو كده كده لازم يبقى عندي قبل الكولن على ايدك الشمال we must have a complete idea, a complete sentence, then we can use the colon followed by a list or explanation. الاكسبلانيشن ده بيبقى حاجة بتشرح ال complete idea before the colon. It must be an explanation. لو هو مش explanation أو لستة يبقى الكولن ده غلط. تعالوا نطبق الكلام ده على السؤال اللي قدامكم. You have to read and understand the relation between the different parts. طيب أول إجابة هشيلها لما ببقى لازقة الكولن جنب such as أو including، لأن ده معناها إن الكلام اللي قبل الكولن is not complete. يبقى rule أو test hack، لو أنا عندي such as وجنبها كولن بالشكل ده بتبقى غلط، لو جنبها كولن قبلها بالشكل ده هتبقى غلط. including نفس الحاجة، لأن دول prepositions، ولا ينفع يجي كولن لازق فيها من قبلها ولا من بعدها. يبقى A و B are unacceptable. لكن لما بقول include the following تمام. بس خلي بالكوا بقى من حاجة، الفرق بين C و D ان انا عندي هنا سيمي كولن وعندي هنا كولن. Should I use a semicolon or a colon? As you see, I do have a list. I do have a list. Since I have a list, يبقى I need to use a colon, so it's D. So all you have to do is to decide whether the colon is used correctly ولا المفروض يتشال واحط سيمي كولن، او اشيله خالص وما احطش حاجة، او احط كاما. يبقى انا هنا في السؤال ده هعمل ايه؟ هقرا السنتنس اللي قبليه.
The female is an ill-favored, ground-bound, ground-bound يعني stuck on the ground, cannot fly, who knows note of the delights of flying. الفيميل بتاعت النوع ده من الباجز doesn't fly and it doesn't know the delights of flying. This is a complete sentence. واحنا عارفين ان اول قاعدة في الكولن it must be preceded by a complete sentence. يبقى الجزء الاولاني تمام. طب الجزء التاني علشان يبقى تمام لازم يبقى بيعمل explanation للي قبليه. All her life long she retains the larva shape which for the rest is similar to that of the male who himself is imperfect so long as he hasn't achieved the maturity that comes with pairing time. طيب أنا شايفة إن الجزء التاني ده هو فيه رغي كتير قوي لكن هو بيشرح لي it explains why she doesn't fly. بمنتهى البساطة هو بيديني سبب إن هي ليه ما بتطيرش. يبقى this is considered an explanation. يبقى I should use a colon. التوبيك الايه التاسع العاشر. topic number 10 اللي هو الحاجات بقى العبيطة بقى ال subject and verb agreement. صعوبة ال subject and verb agreement إن sometimes the sentences are very long and very complicated and they always put many words between the subject and the verb. So we have to understand if we have a verb underlined we need to understand السبجكت بتاعه يبقى ايه بالظبط. ولازم نراعي ان هيبقى دايما في كلمات كده ما بين السبجكت والفيرب. انا هنا في 25. اوكي زي ما انتوا شايفين هو عمال بيلعب في ايه في النمبر. شويه يجيب لك كلمه diagrams plural بالاس وشويه يجيبها من غير الاس. diagrams diagram تمام. بعد كده الدياجرامز مالها بتعمل ايه show. شويه يجيبها لك بالاس برضو وشويه يجيب لك show من غير الاس. دلوقتي في حاجة لو أنا عندي السبجكت في اس يبقى الفيرب لازم ما يبقاش فيه اس والعكس بالعكس. لأنه لو السبجكت بلورال الفيرب لازم يبقى بلورال برضه فمن غير الاس. تمام هي دي بقى المفارقة اللي في الموضوع. يبقى أنا ما ينفعش أقول ده diagram show. ما ينفعش برضه أقول ده diagrams shows. ما ينفعش يبقى عندي اس في الاتنين. ده diagram show ما ينفعش. لكن ده diagrams show هي دي أظبط واحدة. تمام هنا هنعمل نفس الحاجة بس هنا في رول ان انا عندي الاكسبريشن اللي هو the number of بيجي واحد اكسبريشن تاني كده شبهه اسمه the number of a number of. لما بيبقى the بنتعامل معاه ان هو singular ولما بيبقى a بنتعامل معاه ان هو plural. بما ان انا هنا عندي the مش a the number of freshwater species يبقى أنا محتاجة الفيرب يبقى singular يبقى have مش هتنفع معايا. مفيش أي سبب يخليني أستخدم ال past perfect. أوكي لأن ال past perfect بنستخدمه لما بيبقى the past of another past. يعني لما بيبقى عندي two verbs in the same sentence one of them happened before the other ده الشرط إن أنا I must have two past verbs وعايزة أبين إن واحد فيهم حصل قبل التاني فبستخدم في ساعتها ال past perfect. This is not the case هنا. أنا عندي هنا keyword اللي هي over the past. Over the past decades معناها إنه something that has been going on من ال past لحد دلوقتي يبقى this is one of the keywords لل present perfect. برضو زيها بيبقى during the past decades مثلا اللي هو
دليل على ان الاكشن دي بدأت في الماضي ولسه مستمرة لحد دلوقتي، فبنستخدم لها البريزنت بيرفكت. البريزنت بيرفكت بيتكتب ازاي؟ بيبقى has او have على حسب السبجكت، plural ولا singular، زائد الباست participle of الverb. في الحالة دي السبجكت singular يبقى المفروض استخدم has. تمام. if you have any questions um, write them down. is increasing اللي هو التنس ده اسمه ال present continuous، ده يعتبر temporary. يعني أنا بتكلم على حاجة استمرت أو بتستمر الوقت قصير قوي وهتنتهي خلاص. لكن هنا هو بيقولك إنه this is something that happened over decades. This is not something temporary. Okay, let me give you the link for the class point one more time. وكل الناس اللي داخلة دلوقتي please join the class point. I want to see your work. I want to see your solving. التريك في السؤال ده انه عندنا كلمة and، ففي ناس كتير قوي بتقول بما انه هو ده السبجكت اللي هو شوية الكلام اللي بيبقى قبل الفيرب ده المفروض السبجكت، فهم بيشوفوا and فبيحسبوا ان دي معناها ان السبجكت plural. لكن في الحقيقة and هنا بتربط ما بين ايه؟ بتربط ما بين الادجكتيف الاولاني unethical والادجكتيف التاني اللي هو illegal. السبجكت يا جماعة لا يمكن يكون adjectives، السبجكت بيبقى النون، ده السبجكت اللي هو nature of corruption. النيتشر دي بقى illegal and unethical، ماشي، هي ليها صفتين لكن still هي nature واحدة singular. اوكي. عندي بقى لو بصيت في بقية الفيربز اللي حوالين الجملة هلاقي ان الجملة كلها المفروض تبقى في البريزنت. اوكي. طبعا to make is not even a verb. This is an infinitive. is making زي ما قلنا من شوية انه ده بنستخدمه for temporary actions، يعني actions that I know that will be interrupted after a brief time. اقول لكم على حاجة، يعني is making او اللي هو ال present progressive عموما وال past progressive اللي هي ال tenses اللي فيها ing plus a helping verb، يعني بنسبة 90% بتبقى غلط. This is a test hack. اوكي. ممكن تبقى صح، انا عمري ما شفتها صح، لكن يعني ممكن يجيبها لك صح مرة ولا حاجة، لكن الحقيقة 90 99% من الوقت بتبقى غلط اصلا، تبقى مش لايقة على الكونتكست. nature singular ما ينفعش معاها make، لان make ده plural verb بيجي مع ال plural subjects، لكن nature makes دي بقى اللي انا ايه عايزاها. so it's A. okay. next. فين السبجكت هنا؟ علشان نطلع السبجكت بنريح دماغنا ونشيل ايه؟ اي حاجة فيها preposition اللي هي prepositional phrase of global climate change هنشيلها عشان ما تلخبطناش. السبجكت هنا مش change، السبجكت هنا الكلمة اللي قبل ال prepositional phrase اللي هي realities. singular no. انا عايزة اكتب العكس، سرحت. انا عايزة اكتب ان ده plural subject، فما ينفعش معاه has. having made is not a verb. It's a form of a gerund or a participle in the it's not a verb يعني. عندي هنا there is، يبقى أنا generally speaking I'm talking about something that's going on now. I don't need the past perfect لأن زي ما شرحنا من سؤالين ثلاثة ال past perfect بنستخدمه when we have two past actions and we want to show that one of them happened before the other. So C is out, A is in.
Okay, so we do understand انه has made choice B. has مش هتنفع تبقى مع realities because realities is plural. Next. مين اللي leads? This one again is tricky because we need to understand what exactly leads. طيب انا عندي هنا، تعالوا نمسكها من الاول كده، بس ايه، نشيل ال prepositional phrases اللي بتبدأ ب prepositions. ده preposition، هشيل الفريز بتاعته. آه، ايه تاني؟ عندي هنا subject singularity، بس ايه، خد الverb بتاعه خلاص، is described. The point at which advances، ده subject. اوكي. لما بيبقى عندي which لوحدها بتبقى followed directly by a verb، لكن لما بيبقى عندي preposition زائد which بتبقى followed by a subject and a verb، زي الكيس دي. اوكي، احنا قلنا الكلام ده لما اتكلمنا عن ال relative pronouns من حصتين ثلاثة. المهم ان انا عندي هنا ال subject advances and it's plural، يبقى ال verb ما ينفعش يبقى فيه ال s. Am I talking about uh, the future? Am I talking about something temporary, something that will happen for a little while and then stop أو interrupted أو gets interrupted؟ لا. إن أنا هنا بتكلم على is. It is described. It's a fact that it's described as being the advances that lead. I need the present. أنا محتاجة ال present العادي، مش ال present اللي هو إيه، ال ing ده. زي ما انتوا شايفين أهو، أكتر من 3 أسئلة جابوا لك البروجريسيف وبيطلع دايما غلط. فهو فعلا حقيقي يعني بنسبة كبيرة جدا لو شفنا البروجريسيف ده يا ريت نبعد عنه. كمان جالنا كذا سؤال ولاحظنا ايه، انا بحب اراجع معاكم الباترنز، انا بحب اراجع معاكم ايه اللي بيتكرر في الامتحانات برضو، لان ده بيساعدنا ان احنا نحل اسرع، نلغي اجابات اسرع، او ان احنا لو محتاسين قوي يعني على الاقل نستبعد الاجابات اللي هي not likely to be correct. فاحنا في سؤالين ثلاثة عدوا علينا برضو دلوقتي الباس بيرفكت بيطلع غلط. فإتس a pattern، يعني هي حاجة بتتكرر في الامتحان، فناخد بالنا من الايه، من التكرار ده، القوالب دي. احنا كنا في 10، دلوقتي احنا في topic 11 اللي هو الverb form. الverb form باختصار معناها ايه؟ انا عندي tenses simple. معلش هما كلمتين مملين وانتوا عارفينهم بس لازم اقولهم. وعندي perfect tenses. السيمبل تنسز ما فيهاش helping verb، هي بتبقى كلمة واحدة. she runs، he ran. اوكي. انما البيرفكت تنسز بقى وضع تاني خالص. البيرفكت تنسز بيبقى فيه helping verb زي has او زي have مثلا، او لو هو past perfect بيبقى had. وبنحط الverb مش في شكله العادي، بنحطه في ال past participle form of the verb. يعني مثلا ما ينفعش اقول I have ran، لأن ran هنا مش ال past participle of the verb. ما ينفعش أقول مثلا I have wrote، لأن wrote هنا مش ال past participle of write. إيه ال past participle of write؟ written. إيه ال past participle of مثلا of drink؟ ال past participle of drink هل بيبقى drank ولا drunk؟ ماشي، بيبقى drunk. فأنا لو قلت I had drank هتبقى غلط. هي دي بقى أسئلة الverb form. ماشي، باختصار يعني. فطبعا السؤال هنا هو بيقول لك has wrote، فهي دي مشكلة الايه، السؤال ده. طول ما أنا عندي helping verb has have had لازم أحط الverb في الشكل الصحيح بتاعه، ال past participle. طيب هو صلحها هنا
وهنا وهنا. لكن في تشويس بي جايبها من غير helping verb، هو شال ال helping verb. فاحنا بقى عندنا ال past participle without a helping verb، ما هو غلط برضو. في الآخر بقى C و D as a form correct، يعني هو كشكل كده هم صح. الفرق إن أنا عندي ال past participle، سوري ال past perfect tense، وعندي ال present perfect tense. الفرق بينهم كبير جدا. ال past perfect معناها إنه حصل وخلص، وبعدين حصلت حاجة تانية بعديه كمان. يعني هو the past of the past، هو مش مستمر معانا لحد دلوقتي، لا، ده هو حصل وانتهى وحصلت تانية كمان بعديه وانتهت. شايفين قد ايه so deep in the past؟ اوكي. وزي ما قلت لكم من شوية، لازم يبقى أصلا في two sentences in the past and I want to show that one of them is older than the other. On the other hand ال present perfect اللي هو has been written معناها إن الحاجة اللي اتكتبت دي لسه موجودة لحد دلوقتي، لسه مكتوبة، ما اتمسحتش، ما انتهتش. اوكي. فاحنا هنا بنتكلم على انه الاسم ده اللي هو ابراهام لينكولن لسه موجود على صفحات التاريخ الامريكي. صح الكلام ده صح، لان اسمه فعلا لسه موجود ما اتمسحش. يبقى انا محتاجه البريزنت بيرفكت. برافو. الفيرب تنسز بتيجي برضو اكتر طبعا من الفيرب فورمز. احنا خلاص احنا فهمنا بنستخدم البريزنت، present simple لما بنتكلم على facts. بنستخدم البريزنت بيرفكت لما بنتكلم على something that started in the past بس still موجود لحد دلوقتي. وبنستخدم يعني هم دول اكتر حاجتين يعني بيجوا في. كمان الباست simple العادي لما الاكشن خلاص happened and ended خلاص في الباست، يعني هي مش مستمرة لحد دلوقتي ولا ليها اي effects. ودول اكتر ثلاثة بيجوا يعني في الامتحان. الباست بيرفكت بيجي علشان يطلع غلط، والكونتينوس اللي بيبقى فيهم اي ان جي بيجوا برضه عشان يطلعوا غلط. ماشي. والفيصل في النهاية ان انا ببص على الكونتكست. الفيربات كلها لازم تبقى لايقة على بعض. ماشي. طيب انا هنا عندي كلمة since. This is one of the key words that I should use. المين؟ البريزنت بيرفكت. علشان since معناها ان هو بدأ في الفترة دي. اوكي. ولسه مازال مستمر ان هو يعمل الموضوع ده. يبقى مورا او ماورا began في الناينتيز، وسينس ال 2000s بقاله من ال 2000s لحد دلوقتي بيعمل ايه؟ has produced. we need the present perfect. ما ينفعش produces لان ده ال present simple اللي هو بيتكلم على something that's happening now او happens every day. ما ينفعش is producing cause it means إنه something is temporary, it will stop, it will be interrupted. ما ينفعش ال past اللي هو produced لأن this implies إنه ال action stopped and ended in the past. وإحنا هنا واضح إن هو الراجل ده لسه شغال في الموضوع ده. So we're talking something that started in the past and still going on, so it needs to be in the present perfect. Okay. يبقى again I could not use ال present العادي ال present simple because they gave me a date in the past and they gave me the word since. أنا مش بتكلم على حاجة بتحصل كل يوم، أنا بتكلم على حاجة بدأت تحصل في الماضي وما زالت لحد دلوقتي مستمرة. فبليز يعني خدوا بالكم من الفروقات البسيطة اللي ما بين التنسز دي، هي اللي هتخلينا نعرف نكسب الدرجة.
again زي ما قلت لكم من شوية، كلمة during the past أو during the previous معناها إنه something that has been going on from the past until now. Therefore I need to use ال present perfect, and the only answer that gives me that offers the present perfect tense is A. الانسر الوحيدة اللي مدياني ال present perfect option. في ناس بتتأخر في الإجابة. لا احنا بص، زي ما انتم شايفين النهارده انا ماشية بسرعة. انا النهارده عايزة امشي بسرعة. حلو قوي بقى السؤال ده، لانه عمال بيخليك تختار ما بين الباست، الباست سيمبل اللي هو معناها ان الاكشن خلاص is over already ended، وبعدين عندي البريزنت بيرفكت هنا وهنا، وبعدين عندي الباست بيرفكت. اوكي، فهو هنا بيقول لي in the last 40 years، يعني حاجة بقالها 40 سنة بتحصل وما زالت بتحصل. لما يقول لك during the last 40 years أو in the last 40 years، يعني حاجة بقالها 40 سنة بتحصل، حاجة بقالها 20 سنة بتحصل، فالإيفكتس بتاعتها لسه موجودة أو الحاجة دي لسه مستمرة. الإكسبريشن ده in أو during أو over the past كذا كذا years، معناها إنه this thing is still going on. يبقى أنا محتاجة ال present perfect. دلوقتي بقى علشان احدد هي have fallen ولا has fallen، لازم ارجع لمين؟ لازم ارجع للسبجكت، فهشيل البريبوزيشنال فريز، هشيل الفات اللي هو الحشو اللي بيبقى ما بين الفيرب وما بين السبجكت بتاعي. يبقى انا عندي population، population is singular، يبقى has fallen. تمام كده، ظبطناه. تمام تمام. if you have any questions please اكتبوا رقم البتاعة السلايد، وانا في الاخر خالص هاخد الاسئله كلها مره واحده عشان بس ايه نبقى مركزين قوي. خلاص احنا عرفنا بقى are starting اللي هو ال continuous، و had started اللي هو ال past perfect. بنسبة 99% هيطلعوا غلط، هم فعلا غلط على فكرة. عندي هنا بقى ال present perfect. المرة دي بقى ال present perfect مش صح. ليه؟ الإجابة هنا started. تمام. ليه ال present perfect هنا غلط؟ لان انا ما عنديش اي دليل ان الاكشن دي يعني حصلت في الماضي وما زالت لحد دلوقتي بتحصل، لان احنا بنتكلم على ستارت. لما بنبدأ حاجة يا جماعة احنا بنبدأها في لحظة واحدة. خلاص we already started to notice it happened once in the past. it's not going on every day. يعني الستارت دي مش من نوع الاكشنز اللي هتبقى مستمرة بتحصل يعني حصلت في الماضي وما زالت عمالة بتحصل من ساعتها. لا، هو خلاص we started one time in the past وخلص الموضوع. it ended. ماشي، it happened once and ended. that's why we needed the past simple in this one. نبص على الفيربات اللي حوالين الفيرب underlined. ونبص على انه we're talking about a fact، a legal fact، حاجة قانونية. يعني هي دي قاعدة قانونية بتحصل النهاردة وحصلت امبارح وهتحصل بكرة وكل يوم. something that is always true. when we talk about something that is always true now and forever، يبقى احنا محتاجين ال present. طبعا retained دي في ال past، احنا مش عايزين ال past لأن the government still retains inherent power every day.
ومش is retaining لان احنا مش بنتكلم على حاجة مؤقتة وهتنتهي في اي وقت قريب. اوكي. يبقى retains. The government retains. تحتفظ. تحتفظ بايه؟ بالpower to end a contract. يعني دايما الحكومة عندها الحق ده. we're talking about the fact. شايفين are carrying البروجريسيف بيبقى غلط. الفيربات اللي حواليه في البريزنت. and we're talking about a fact ان هما ال workers always carry out specific actions. دي حاجة طبيعية ان اي حد بيشتغل، اي عامل carry out يعني بينفذ، يعني بينفذ specific actions. This is a fact. It's always true. It is not something that started in the past and still going on. So we don't need the present perfect. And it's not something that ended in the past. دي حاجة بتحصل كل يوم. It's a fact. ايه الإجابتين اللي هنشيلهم على طول؟ الهاك بقى اللي اتفقنا عليها مع بعض. الكونتينوس والباست بيرفكت. اوكي. خلي بالكوا بقى years ago معناها ان دي حصلت مرة في الباست واندد. يعني انا لما بقول years ago it happened once and ended خلاص. versus لما بقول مثلا during the past 50 years. لا، في فرق بقى. دي معناها انه still going on. شايفين الفرق؟ يبقى انا لما بقول years ago يعني حاجة حصلت مرة وانتهت وخلاص. he described مرة، مش بقاله بقى 50 سنة عمال describing لحد دلوقتي. يبقى انا مش محتاجة ال present perfect في حاجة خالص، يبقى be. معلش انا كنت حاطة الإجابة هنا غلط، معلش، بتحصل بتحصل. صلحها بس عشان ايه، لو استخدمت الفايل ده تاني تبقى الدنيا مظبوط. يبقى بي. صح. التوبيك اللي بعد كده احنا كنا وصلنا كام يا ولاد؟ topic 13. البروناونز بقى. طبعا البروناونز المفروض احنا لما بناخدها كجرامر في المدرسة تعتبر أتفه حاجة في العالم. هي شي ات they الهبل ده كله في الاي اس تي، بس لأن الجمل بتاعتهم مكعبلة شوية فاحنا محتاجين بس ايه، ان احنا نتعامل بحرص، بتأني. اوكي. رقم 4 عندي اتس. فبسأل نفسي هو يا ترى الماشين دي بتاعت مين؟ يبقى لازم اقرا الجمله من اولها لحد، يعني ممكن ما الحقش اقرا لاخرها يعني، بس المهم ان انا ابقى فاهمه الماشين دي بتاعت مين هنا. طبعا ماشين هنا هو بيتكلم على بايسيكل يعني. البايسيكل يعني فيها ميكانيزم يعني تعتبر ماشين. بس هي البايسيكل دي بتاعت مين؟ بتاعت الرايدر. اوكي. يبقى انا المفروض اقول his ماشين his bicycle. انا بعرف منين يا ميس؟ بعرف لما بقرأ الجملة وبشوف what belongs to what، او انا يعني I'm referring to what، انا بتكلم على ايه. ناخد example تانية. ال own role. الرول الدور. طبعا احنا عارفين الرول اللي هو ان في حد، في شخص بني ادم بيلعب دور معين، بيعمل دور معين. الدور ده بتاع مين؟ بتاع واحد اسمه كاهن. يبقى انا عايزه اقول ايه؟ his role. الدور بتاعه. اللي بعده انا مرتباهم من
من الاسهل للاصعب، اوكي؟ فهتلاقوا ان كل ما بنطلع قدام شويه بنلاقي اصعب شويه. هنا بقى لازم نقرا الجمله كلها على بعضها، لان الانتسيدنت اوف ذا pronoun، الانتسيدنت اللي هو الكلمه اللي البروناون جاي مكانها، الانتسيدنت بقى المره دي جاي بعد البروناون مش قبليه. يعني لازم اكمل كلام شويه لحد ما اشوف هي الفايندينجز بتاعت مين، والبريفيوس ريبورتس مين اللي عملها. وي وي كان ساي، لان الفايندينجز دي بتاعت اللي بيتكلم، اللي هو الاستاذ ايتو، اللي هو واحد من العلماء اللي ايه، اللي عملوا الفايندينجز واللي عملوا ريبورتس دي كلها. فالمفروض ان هو يقول هنا ايه، بتاعتهم ولا بتاعتنا؟ بتاعتنا our. الاتشيفمنتس بتاعت مين؟ مين اللي عمل انجازات؟ يلا هاري اب، المفروض سؤال زي ده يتحل في 30 40 ثانية ماكسيمم. الناس اللي لسه ما دخلتش كلاس بوينت، I'll put the link for you again. Hmm. 5 more seconds and I'm closing the question. Think. الاتشيفمنتس دي بتاعت مين؟ بتاعت كيرتس. بتاعت كيرتس which is a guy, so we need his. When each of these processes، خلي بالكوا بقى من each، لأن أنا لما بقول when the processes occur، غير خالص لما أقول when each، لما بحط each بقى اللعبة بتتغير خالص. when each of the processes occur، each بتحول الموضوع كله لإيه؟ لسنجلر، لأن each one، فلازم ساعتها بنحط إيه؟ s. مع انها processes، لا هو كل واحدة من البروسيسز فبتتحول لسنجلر. لكن لما بتكلم على processes عادي plural، فمش بحط الاس. طيب وفي الحالة دي هل هنسيبها it ولا هنخليها في البلورال؟ احنا اتفقنا بقى احنا عندنا each singular، يبقى انا محتاجة اصلا الverb يبقى occurs، ومحتاجة البروناون يبقى it مش they او them. انا حاطة السؤال ده ليه؟ علشان نراجع على فكرة انه كلمة each singular. كلمة every، يعني دي حاجة برضو في الناس مش بتبقى مستوعباها كلمة every. لو أنا قلت every one of the processes ماشي، في ناس بتتخدع بتقول every يعني plural، لا هي every one، فبنعتبرها singular. topic number 14، برضو pronouns بس اللي هي relative pronouns، واحنا زي ما قلنا كذا مرة if we're talking about a human we use who، وبيبقى على طول الverb بعدها. لو استخدمنا whom اللي بالام بيبقى بعدها subject and verb. لو استخدمنا which يبقى عادة بيبقى فيه كوما قبلها، اوكي، وبنستخدمها مع non human. that يعني هقول لكم ايه الصح بتاعها والصح بتاع الاي اس تي. انتوا عارفين بقى الاي اس تي بيفتكسوا. المفروض ان ذات في امتحانات السات انا حابه ان انا اقول القصه بصراحه الاصليه، ولا انها مش هتفيدكم قوي، بس انا عايزه اقولها.
في كتب الجرامر في المدرسة ذات ممكن تشتغل على الهيومن والنون هيومن. تمام. في امتحانات السات والاكت اللي هي الامتحانات الدولية المحترمة بتاعت بره اللي احنا بنحاول نقلدها، ذات بتستخدم فقط مع النون هيو مع النون هيومن، ما بتستخدمش مع الهيومن. من الاخر بقى الاي اس تي بيستخدمها مع both، اللي هي كانت بالنسبة لي بصراحة حاجة غريبة شوية، بس ده اللي حصل يعني. انا بقول المعلومة دي ليه؟ علشان الناس اللي بتحل امتحانات سات، اللي هو السات القديم، sometimes بتبقى كلمة ذات بتيجي مع يعني في الاي اس تي بتيجي مع نون هيومن، او بتيجي مع هيومن وبتبقى كوريكت. لما بنحلها في الاولد سات بيبقى الوضع مختلف، فده بيلخبطنا يعني. لانها حصلت مع كام حد كده وبعتولي قالوا لي طب يا ميس احنا عارفين ان ذات ما بتجيش مع الهيومن. لا، هي في الاي اس تي للاسف بتيجي مع الهيومن. المهم، في الاي اس تي ذات بتمشي مع الهيومن ومع غير الهيومن. كفايه رغي بقى ونحل السؤال. احنا هنا بنتكلم على a member، اللي هو كيرتس، تشارلز كيرتس، a member of the Kaw nation. يبقى بنحط معاه which ولا بنحط who ولا ايه الحكاية؟ نسيت اقول كمان whose لازم بيجي بعدها noun، لان whose possessive. فانا لو مثلا choice دي، لو انا شلت which وحطيت whose served بعدها verb، لا مش هينفع. whose زائد الفيرب دايركت بتبقى غلط. وطبعا بما ان انا بتكلم على بني ادم مش هينفع استخدم which. هل انا محتاجه الابوستروفي اس؟ الابوستروفي مع الاس دي معناها who has. يعني انا كده بغيرت التنس who has served. ينفع اغير التنس هنا؟ ما ينفعش، ان انا بتكلم على فتره محدده وحاجه خلاص انا عارفه ان هي ended. فانا هنا مش محتاجه البريزنت بيرفكت، يبقى هي هو خلاص. again نفس الباترن، كل حاجه. لو انا حطيت whose هنا مكان when، ماشي، طبعا when بتستخدم مع التايم. فلو مفيش تايم ريفرنس قبل when هتبقى غلط. نفس الوضع مع where، عشان تبقى صح لازم يبقى قبليها بنبقى mentioning a place خلاص. فهنا كده كده when هتبقى غلط. احنا هنا بنتكلم على him، يبقى مش هينفع which. ولو حطيت whose هيبقى مين اللي لازق فيها؟ الفيرب. whose زائد verb بتبقى غلط، هي whose بتبقى عايزة لها noun بعدها، يبقى هو. اللي بعده. layman. ممكن الكلمة تبقى غريبة شوية عشان أنا مش عارفة إيه lay دي. هي عموما كلمة layman اللي هي عكس specialized. يعني أنا مثلا أقول doctors and laymen، الأطباء والغير أطباء. engineers and laymen، اللي هي دايما كلمة layman اللي هي عكس متخصص. يعني بني آدمين human، يعني ما ينفعش أستخدم معاها which. طيب، عندي هنا verb، يبقى ما ينفعش قبله أستخدم whose. who apostrophe s معناها who has. طبعا ما ينفعش اقول who has were، يبقى who. excellent، برافو. 15 الرeflexive pronouns. يعني انا مثلا لو بتكلم على engine، يبقى هقول عليه ايه؟ هقول عليه himself؟ لا طبعا. هقول عليه herself؟ لا، لان دول بيستخدموا مع الهيومن.
الانجن singular هقول معاه themselves مش هينفع، يبقى itself. as simple as that. كل دي يا جماعة أسئلة من امتحانات اي اس تي حقيقية، وده اللي هتشوفوه فعلا إن شاء الله في المحاولة، فما تقلقوش هتلموا درجات. Can you solve this in 30 seconds? يلا I'm giving you 30 seconds. عدينا ال 30 seconds ولسه في ناس ما حلتش. طيب وانتوا بتحلوا كده هنبص عليها. احنا هنا بنتكلم على الانديانز اللي هو لو حبيت احط pronoun مكانهم هيبقى ايه؟ هيبقى them، هيبقى themselves هم، يبقى بي مش ourselves لو انا بتكلم على احنا. البارallel structure مفيش امتحان اي اس تي هيبقى هيخلو من البارallel structure، هيجي لازم مرتين ان ما كانش 3 مرات، بيحبوه قوي. اوكي. to maintain the parallelism، طبعا البارallel structure بتيجي مع الليستس. نحاول نبعد عن تكرار كلمة and. وما ينفعش ان انا اسيب two parts of the list unseparated، لازم يبقى فيه comma and. so it's B. I recommend ان الانواع دي من الاسئله وهي بتيجي كتير بتبقى حوالي يعني almost 50% of الامتحان. I recommend انكم تخشوا الامتحان تبداوا بالاسئله دي كلها، خلصوها كلها، بغض النظر انا في انهي باسج. انا مكمله زي القطر من اول 1 لحد 44، انا عماله بدور على نوعيات الاسئله دي: الفيربس، البروناونز، الباراليزم، الحاجات السهله، الكوما، السيمي كولن، الحاجات اللي ممكن نحلها بسرعه. كل ده يخلص الاول وتحطه في جيبك وتضمنه، بعد كده تروح تلتفت للحاجات الاصعب، على الاقل تبقى وفرت لها شويه وقت. فبليز ما تنسوش الموضوع ده. don't panic. خليكوا يعني واثقين من ان انتوا يعني انتوا كويسين، مستواكوا حلو وبقالكوا كتير قوي بتشتغلوا على الاي اس تي. فدونت worry don't panic، خليكوا كده اعصابكوا جامده وخشوا على الامتحان كده هجوم، اهجموا على الامتحان اتاك. طيب هنا في تكرار لكلمه and، فالاجابه دي مش حلوه. وهنا برضو في تكرار لكلمه and، فالاجابه دي مش حلوه. وهنا شالوا كلمة and مع ان المفروض ان هي تبقى موجودة، يبقى الإجابة دي كمان مش حلوة، يبقى C is the best answer. هي الفكرة كلها ان انت يبقى نظرك قوي يعني، وتاخد بالك من الفروقات ما بين الإجابات. يعني انا متأكدة ان اللي جاوب السؤال ده غلط ما خدش باله، مثلا ما خدش باله ان ايه، ان مثلا كلمة and مثلا متكررة مرتين. يعني اللي احنا نتعلمه من الاكزامبل ده ان احنا في الامتحان ناخد بالنا قوي من الفروقات ما بين التشويسز، لان هي دي اللي هتساعدني اختار الإجابة الأفضل. اللي بعده ده يعني ده يعتبر جزء من الباراليليزم يعني. اوكي هعتبر ان ده 16.2، 16 برضو، لان من ضمن الباراليليزم ان هم يجيبوا كذا فيرب مع بعض joined by and او or، فلازم الفيربات في الحالة دي بتبقى parallel لبعض. لو فيها ing يبقى كله ing، لو فيها infinitive يبقى كله infinitive، وهكذا.
طيب مهم قوي ان انا اخد بالي من البارتس اوف الليست اللي عندي. انا الليست عندي بتقول ايه؟ make initial contacts with new customers. That's the first part. Accepting their loan applications. That's the second part. Assist them on how to fill out loan requests. That's the third part. يبقى ادي 1 وادي 2 accepting مش هتنفع، وادي 3 accepts not parallel. 2 accept not parallel. This is the best one. اللي بعده. عايزه اقول لكم والله 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 لو ركزتوا على الاسئله اللي احنا بنراجعها النهارده دي، انا اضمن لكم ان السكور بتاعكم يزيد مثلا 60 70 80 درجه. لان اللي بيحصل ايه؟ ان الاسئله دي بتبقى موجوده في الاول وفي النص وفي الاخر. اللي بيحصل ان احنا بنقعد نركز للاسف وبنتكعبل على الاسئله الرخمه، فما بنوصلش للنوع ده من الاسئله اللي بيبقى موجود في اخر الامتحان، بنخسر الدرجه بتاعتها. لو ركزنا عليها من الاول للاخر خالص، يعني من اول 1 لحد 44 زي ما قلت لكم من شويه، السكور بتاعنا هيختلف تماما. واي جارانتي ذس، انا متاكده من اللي انا بقوله وعن تجربه. اوكي. 28. هي فين الليسته؟ عندي and. المره دي الليسته ايه؟ حاجتين اتنين بس. have a better chance of being and becoming. يبقى الفكره هنا ايه؟ ان انا احدد هي الليسته هنا ايه. and كلمة and بتجمع ما بين مين؟ ما بين being و becoming. Species have a better chance of being introduced and becoming established. حاجتين. زي اللي فاتت بالظبط. المرة دي بقى but مش and. ما هي عادي fan boys، يعني ليها نفس الاستخدام coordinating conjunction. المهم but هنا بتجمع ما بين ايه؟ طيب eventually reaching as many connections as the human brain and operating much faster. One and two. Reaching as many connections but operating much faster. ولا نحط ال ing مع الانفينيتيف، ولا نحط ال ing مع الفيوتشر، ولا نحط ال ing مع حاجة ما فيهاش ing؟ لا طبعا نحط ing مع ing. قول لي انك دوستها بالغلط يا يوسف. السؤال اللي فات ده انا متاكده انك دوستها بالغلط. استحاله تكون اخترت ريتشنج مع اوبريت. ماشي، حسابنا بعدين يا يوسف. Number 3. They plan. انا عندي هنا كلمه ايه؟ include. كلمه include دي بتبقى علامه قويه جدا على ان انا عندي لستة. include ثلاث حاجات: evaluating بالاي ان جي، assessing دي تاني واحده بالاي ان جي، and تالت واحده they plan. not parallel. Plans not parallel. To plan not parallel. It's planning. نخش بقى في الباراليزم بتاع مين؟ بتاع not only
مبدئيا كده لازم يجي معاها ايه but. فلو انا لقيت not only جاي معاها and and طبعا انتوا هتاخدوا وقت شوية عشان تقروا كل الكعبلة دي، بس هتلاقوا ان ايه عندنا 3 and وواحدة بس هي اللي but. يبقى تفتكروا مين اللي هتبقى صح؟ not only لازم يبقى معاها but. تخيلوا هما بيجيبوا النوع ده من الأسئلة، وتخيلوا بقى انكم بتحلوه غلط. تخيلوا لما نخسر ايه الدرجة بتاعت سؤال زي ده. حصلت والله. فاحنا اول ما نشوف not only نتأكد اولا ان في but مش and. و... وعلى فكرة not only كمان بتيجي ساعات not just. ماشي. نتأكد كمان ان اللي بعد not only، يعني نعلم كده على not only ونعلم على but او but also. ونتأكد ان اللي بعد not only شبه بالظبط اللي بعد ايه but also. نتأكد ان هما parallel. not only but it is not only a but for. not only for but also for. اوكي، مش محتاجة يعني كل الوقت ده. طيب. انا كنت عارفة انكم هتقعوا في الفخ ده. في ناس كتير قوي اختارت بي، هي طبعا A. الفرق الوحيد، خليني امسح كده عشان تبقوا شايفين الفرق. ماشي، هو كده كده سي ودي ضايعين خالص. اللخبطة كلها كانت ما بين A و B. الفرق كان في حتة الجملة، حتة الكومة الصغننة دي. يا جماعة احنا عندنا رول واضحة جدا وصريحة جدا انه ما ينفعش احط كومة قبل but الا لو في قبلها subject and verb وفي بعدها subject and verb. لو بصينا على هنا الكيس في بي، هلاقي ان مفيش بعد but مفيش بعدها subject and verb، مفيش بعدها complete independent clause. يبقى مش مسموح ان انا استخدم الكومة مع but. وهي دي التريك بتاعت السؤال ده، يعني هو ده سبب ان انا حاطه السؤال الرخم ده. not just getting but also. ده يعني ده محتاج 20 ثانية بالظبط. امم لا نصحصح كده ها. بالظبط. عايزين ing. وصلنا كده topic number 17 بقى. 17. اللوجيكال comparison الحقيقة هو it trespasses the limits between grammar and meaning. يعني هو مش جرامر، هو ما يعتبرش جرامر قوي. اوكي. هو يعتبر لوجيك حاجة منطقية. لما بحب في مثل كده في الانجليش بيقول don't compare apples and oranges. لازم نقارن حاجات تبقى similar لبعض. نفس الحاجة في الامتحان. انا هنا عندي ايه؟ انا باخد بالي من more than او less than او fewer than، او المهم اي حاجة بتيجي مع كلمة than. خلاص. فانا هنا كأن عندي ميزان، ولازم الكفتين يبقوا زي بعض بالظبط. خلاص. فانا عندي هنا الميزان اللي هو كلمة than. انا بقارن ايه؟ على الناحية دي على الناحية الشمال بقارن الايفنت level characteristics. event level characteristics. وعلى الناحية التانية بقارن ايه؟ species and location. يبقى انا كده بقارن characteristics اللي هي مجرد صفات يعني بالspecies and location. are they similar? no. علشان اوزن المقارنة لازم يبقى عندي كلمة characteristics، ولازم تبقى بالبلورال كمان مش singular. so it's B. يبقى فكرة الكومباريزن كلها ايه؟ ان هو يبقى متوازن، يبقى balanced. يعني ايه balanced؟ يعني بقارن حاجتين similar. بقارن حاجات مثلا characteristics ب characteristics. اقارن مثلا level ب level species ب species كده.
ناخد مثال تاني كمان. هو انا جايبه عليه two examples، يعني هو مش محتاج it doesn't need a ton of examples. بس هنا برضو ايه، لو انا حطيت than هنا كده، دي القاعده بتاعت الميزان، وعندي من الناحيه دي ايه ومن الناحيه دي ايه، انا بقارن ايه؟ من الناحيه اليمين عندي girls، ومن الناحيه الشمال بقارن ايه؟ الجيمز، البويز جيمز. ده اللي هو في تشويس A، بويز جيمز. هل المقارنة كده متوازنة مظبوطة؟ بقارن لعب ببنات؟ لا. طيب ينفع أقارن إيه البويز جيمز ب those those اللي هي الجيمز يعني of the girls؟ أيوة، أنا كده هبقى بقارن جيمز بجيمز. بي كويسة. طب سي، بقارن البويز جيمز بالجيرلز؟ غلط. دي، بقارن البويز جيمز برضو بالجيرلز؟ غلط. يبقى B is my best choice. متوازنة، balanced, logical. ده كان topic 17. دلوقتي topic 18. أنا بشوفه أرخم سؤال في ال EST، ال modification. الفكرة هنا إن الجملة بتبقى مليانة modifiers، حاجات بتوصف حاجات بتوصف حاجات. هو بقى بيجيب لك إيه؟ بيجيب لك اتنين كده، حاجتين المفروض إنهم يبقوا stuck together، لازقين في بعض، ويقوم يبعدهم عن بعض بقى، يبتدي يحط حاجات كده في النص ما بينهم. فلازم نقرا الجملة كلها مرة واحدة الأول. اقراها كده بالأصفر. وي which، طبعا مبدئيا ما ينفعش احط ايه، يعني انا قبل ما اضيع وقت واكمل، ما ينفعش احط which جنب وي بالمنظر ده، لان which بتيجي جنب ايه؟ جنب النون هيومن. ماشي، نجرب غيرها، يلا العب غيرها. we see it which can be scarcely other than the Victoria, Albert and Tanganyika terminated in three large lakes. طيب أنا عندي هنا سؤال. هي كلمة which دي اللي هي can scarcely be other than Victoria وألبرت نيانزا وتنجانيكا، واضح إن دول أسامي إيه؟ أسامي lakes، بحيرات. البحيرات اللي إيه؟ اللي النيل بيصب فيها تقريبا أو بينبع منها حاجة كده يعني. يبقى أنا المفروض كلمة which كانت تبقى قريبة من مين وجنب مين؟ جنب lakes، جنب lakes. طب انا هعرف منين يا مس؟ السؤال المعتاد، انا كنت هعرف ازاي؟ كنت هتعرف لما تقرا وتفهم. زي ما قلت لكم، this is a cross between ال comparison وال modification questions. هي مش جرامر وبس، هي لازم نقرا برضو الجملة ونفهم مين بيشاور على مين. يعني كلمة which هنا المفروض ان هي راجعة لمين؟ هي بتوصف مين؟ بتوصف الليكس، ان الليكس دي هي فيكتوريا، وهم ثلاثة، فيكتوريا وألبرت نيانزا وتانجانيكا. فالمخرج الوحيد ان انا اقعد اقرا الجمله من اول الكابيتال لتر لحد النقطه، و... واحاول افهم كده يا ترى الموديفاير ده بيعمل الموديفاير اللي هو في الحاله دي الريلاتيف كلوز، الريلاتيف كلوز اللي هي بتاعت which. الموديفاير ده بيوصف مين؟ بيوصف الليكس، بيعرف الليكس، بيدينا اسامي الليكس. دي حاجه مش هعرفها الا لما اقرا الجمله من اولها خالص لاخرها خالص. هنلعب نفس اللعبه برضو في دي. هديكوا وقت زياده شويه عشان عايزاكوا تقروا كويس. انا هجرب كده اقرا معاكم ايه. اول واحده: The French law of administrative contracts، القانون الفرنسي، adopted by several countries. adopted هنا يعني used. كلمة adopted هنا مش معناها، هي بالعربي على فكرة برضو معناها يتبنى، بس بمعنى يستخدم. adopted هنا معناها used by several countries. تمام. is not so universally accepted
that it can be embraced يعني accepted برضو as a general principle of law. الحقيقة أنا مش شايفة إن في حاجة غلط في A، لأن هو the law is adopted by the countries. ماشي، أول واحدة عدت. طب تعالوا نبص على تاني واحدة. although adopted by several countries people ال people هم اللي adopted by countries. نعم. شايفين بقى المشكلة؟ هقول لكم المشكلة. ده الموديفاير adopted by countries. دي بقى الكلمة اللي المفروض ان الموديفاير ايه بيعمل لها موديفاي. هل البيبل هم اللي adopted by countries؟ لا طبعا. الفرنش law هو اللي adopted by countries، عشان كده بي غلط. عشان كده A احسن من B. انا ما بقولش ان الاجابة A، ما تبصموش الاجابة، لا يعني بصوا على C برضو وبصوا على D، اسألوا نفسكم what is wrong. people adopted، هل ال people هم اللي adopted؟ of course not. although universally accepted، ال countries هي اللي universally accepted، countries هي اللي accepted، لا القانون هو اللي accepted. so A is the best one. معلش قفل. A is the best one. تمام. topic 19 ال transitions اهي دي بقى 100% no grammar، ملهاش علاقة بالجرامر خالص، هي ليها علاقة بأفكار. ف I would like you to mentally color the ideas. هنعمل ده بمخنا لان احنا مش هنخش طبعا بايه بالوان اكيد. بس ايه ادي الترانزيشن. انا اول حاجه بعملها بصراحه وانا بحل بتاع ده ان انا بشيل كده الترانزيشن الاولاني ده خفيف خفيف كده وبرميه هناك، لان هو زيه زي اخواته. لما بسيبه if I try to read the sentence with it هتأثر بيه. فاهميني؟ هحس طب ما حلو اهو شغال اوكي. لا هو لازم نجرب نقرا الجمله الاولانيه لوحدها اللي هي دي الفكره الاولانيه، وبعدين هتجاهل الترانزيشن ده وهقرا الفكرة التانية وهشوف يا ترى ايه الريليشن ما بينهم. باختصار كده الفكرة الأولانية بتقول ايه؟ city planners incorporate materials that have a beneficial impact, have a benefit in natural disasters. بيستخدموا specific materials ليها يعني impact كويس، ليها تأثير كويس في حالة الكوارث. This is idea number one. طب تعالوا نبص على idea number two. They might use pavement that absorbs water to cope with ال aftermath يعني المصايب اللي بتحصل بعد الفيضانات. أنا شايفة إن هو في الجزء التاني الأيديا التانية هو بيديني specific example على الكلام الجنرال اللي في الايديا number one. He's given me a specific example. So it's B. عرفت منين؟ لأن هنا هو بيتكلم على materials which is general، كلمة عامة قوي. خامات، الخامات دي ممكن تبقى خشب، حديد، زفت، قطران، أي حاجة. وبلورال دي تاني علامة. بعد كده في الجملة اللي بعدها بيديني حاجة specific قوي اللي هو ال pavement that absorbs water. This is very specific not general. plus إن هي singular بيتكلم على خامة واحدة، يبقى هو بيديني example. So this is how it goes. هنطبق نفس الطريقة مع number 30. هنا بقى إيه العبقري بقى حاطط لي no change. No change معناها إن إحنا simply we will not use any transitions. No transition بمعنى ان انا مش شايفه انه also او therefore او for instance، مش شايفه ان ولا واحده فيهم كويسه، فهختار no change اللي هو nothing. طب نبص على الايدياز. The first one low fat cheese
works as a digestive aid and it is full of sodium. ماشي، حلو الكلام ده. low fat cheese كويس. حلو. تاني idea. The first factory in Switzerland was built in 1815. أسد الله. يعني في الايديا نمبر 1 انا مش هكمل اصلا. في الفكرة الاولانية بيكلمني على فوائد الجبنة قليلة الدسم، وفي الفكرة التانية دخل على طول على المصانع والبرودكشن وبتاع. ده ملهمش علاقة ببعض الجملتين، يعني مفيش علاقة قوية ما بينهم، هي ولا also ولا for instance اللي هي معناها for example ولا cause and effect طبعا، يبقى ايه. فسؤال الترانزيشن مش بعبع ولا حاجة. اوكي. was not an example. الفاكتوري is not an example of low fat cheese. فما كانش ينفع نختار دي. يلا هنمشي على نفس الستبس. ignore الترانزيشن الأصلي وهنكتبه هنا على جنب كده. ماشي. understand the first idea. understand the second idea. كده كده أنا هبقى في الباراجراف ده to be realistic، يعني عشان أكون واقعية وما بقاش بشتغلكوا يعني. في الحالة دي بالذات احنا كنا محتاجين نقرا جملتين. كده كده كنا أكيد هنقراهم علشان نحل نمبر 1 اللي هو بتاع indisputably ده. فكنا هنفهم غصب عننا، كنا هنفهم إنه البانكينج is a profession بتعتمد على الفيجرز الأرقام، وكمان بتعتمد على التعاملات الإنسانية. and that was the first idea. إنه علشان نشتغل في البانكينج لازم نبقى شطار في الأرقام، في الحسابات، ولازم كمان نبقى شطار في التعامل مع البني آدمين. بعدين الفكرة التانية بتقول إيه؟ إنه البانكينج is a profession مش بس للناس اللي شاطرة في التعامل مع الأشخاص، لكن كمان للناس اللي لازم تبقى شاطرة في التعامل مع الأرقام. وبعدين هسأل نفسي، هل هم instead، هل هم يعني instead of each other؟ instead تعتبر إلى حد ما اختلاف، مش هقول difference. we use it لما يبقى الجملتين different أو alternative لبعض أو بدائل لبعض. however برضو we use it لما الفكرتين يبقوا ضد بعض. although برضو بنستخدمها لما يبقى ضد بعض. يبقى أنا ما قداميش غير therefore، لأن فعلا الفكرة الأولانية سبب للفكرة التانية. كانش ينفع however خالص لأن هما مش ضد بعض. كمان واحدة. يلا هاري اب هاري اب. كده فاضل لنا توبيك واحد، يبقى أنا إيه أنجزت مهمتي معاك وخلاص بقى. بس طبعا of course I'm available، ها أي حد عايز أي حاجة يبعت. ماشي. بس احنا كده يعني احنا كده انتوا متخيلين احنا حلينا كام 85 سؤال حاجة كده يعني. فاللي هو we covered جميع القواعد اللي ممكن تيجي في الامتحان. you are more than ready. انتوا اكيد شفتوا افكار من اللي بتيجي كمان في الامتحان، اكتر من اللي بتيجي في الامتحان. ف don't worry، وخلاص احنا كده كده عارفين الريدنج هنتعامل معاه ازاي بحيث ان احنا we score the maximum that we can. هنحل برضو الأسئلة اللي هي السهلة السريعة. خلاص ركزوا على ده. طيب ignore the original transition وهنكتبه على جنب هنا however. And then consider the first idea. Some studies showed that trolls have predisposing personal and biological traits such as sadism and a propensity for excessive stimulation. يعني في بعض الترولز اللي هي الناس اللي بتقعد تتنمر كده اونلاين وبتاع، بيبقى عندهم predisposing يعني صفات كده مولودين بيها، حاجة كده طبيعية يعني. زي السادية. السادية ان هو يستمتع بعذاب الآخرين
بيحب الاكسسيف ستيميوليشن، يعني يحب يستفز الناس. في ناس كده فعلا. انا كل شويه بصراحه اعمل دي اكتيفيت للفيسبوك بسبب الناس دي. طيب، نبص على الفكره التانيه. يبقى احنا بنتكلم على ستاديز بتبين انه الترولز عندهم natural predisposition، اوكي، للامراض النفسيه الوحشه دي. بعد كده بيقول لك one study found that people، لو انا شفت one study ممكن تبقى example، بس انا هنا ما عنديش for example، فهي it's not an example. تاني، انا لما لقيت هنا كلمة one study وفوق كان studies، وانا حافظة وعارفة انه لما يبقى فيه plural في الجملة الاولانية وفي singular منه في الجملة التانية يبقى هيبقى example، بس انا هنا الحمد لله هو ما ادانيش option example. ماشي، الراجل كان طيب بصراحة، لو كان حط option for example كان هيلبس ناس كتير قوي. يبقى هنا مش example، فانا هقرا الايديا التانية. ماشي، ركزوا معايا والنبي. One study found that people with no biological predisposition can be influenced to troll under the right circumstances in an online community. انتوا عارفين هنا بيقول ايه؟ في الجملة اللي فوق بيقول لك ان هم عندهم biological predisposition، في الجملة التانية بيقول لك ما عندهمش biological predisposition بس برضه بيعملوا trolling. يبقى ايه العلاقة ما بين الجملتين دول؟ علاقة تضاد. الجملة اللي فوق بيقولك ان في دراسات بتقول كذا وكذا وكذا، واللي تحت بتقولك العكس، في دراسات بتقول العكس، انك مش لازم علشان تبقى سادي ومستفز يبقى عندك biological predisposition، ممكن تبقى مستفز من غير حاجة كده. يبقى في ايه؟ في تضاد. يبقى however. Okay, and so it goes. They are not similar طبعا. اوكي، انا هنا نسيت احط answer اصلا. ماشي، اكتبوا لي كده في الشات بسرعة ايه اجابة نمبر 1، لان انا هنا معلش ما سجلتش اجابة، نسيت، فمش هعرف افتح السؤال على كلاس بوينت. اكتبوا لي بقى في الشات. النوع ده من الاسئلة ده بقى اللي هو topic number 20، بس انا كلام بيني وبينكم يعني I think انه in the most recent tests هم بطلوا يجيب النوع ده، لان هو طريقه سؤال مش محترمه اصلا بصراحه، يعني مش شبه مش شبه الستايل بتاع امتحانات الامريكان الاكت والسات والحاجات دي، اللي هو نحط الداشز ولا يعني بصراحه سؤال لزج بس بيجي ف we have to mention it. بس مؤخرا اعتقد بطلوا يجيبوه على حسب الطلبه بتوعي ما بيقولوا لي. طيب، احنا بنحط تو داشز ليه لو اللي بينهم non essential، وما ينفعش نحط تو داشز ليه لو اللي بينهم essential؟ طب انا بعرف منين essential ولا none؟ اقرا الجمله من غيره. لما حاجه اقرا الجمله من غيره انا هلون لك الحته اللي هي من غيره دي. The year 1809 was in our country the birth year of him who wears the most distinguished name، اللي هو ابراهام لينكولن. فالحته دي كانت beside the point خالص، كانت يعني extremely non-essential، ملهاش علاقة خالص بالاسي وابراهام لينكولن واتولد امتى واتربى ازاي، ف it's non-essential. يبقى can I remove them? Of course not, because they emphasize الموديفاير ده. emphasize هنا بمعنى ان هم they يعني they market، بيشاوروا عليه، لكن هم they serve as a break from the flow of the passage to introduce new ideas. الكلام ده لو الايدياز دي related، ideas هنا مش related، دي حاجة جانبية، كلام جانبي. يبقى سي. صح، برافو، excellent. and then هنا برضو الكوتيشن ماركس. الكوتيشن ماركس ليها ثلاث استخدامات. اوكي، يعني اكتر اتنين استخدامات اللي هما الكوتس. لما بحط ايه الword for word account. يعني ايه word for word account؟ يعني باخد الكلام من بق حد كما هو
وبحطه ما بين كوتيشن ماركس وبقول فلان الفلاني قال بالحرف كذا 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 كذا. فبيبقى عندي ايه، ساز جوتا، ساز فلان، ساز علان. الحالة التانية when I'm being sarcastic أو ironic. اوكي. ف آه... هنا احنا بنتكلم على جوتا، ان هو يعني احنا واخدين الكلام بتاعه كده من بقه، يعني حاجة هو قالها. فكان I remove الكوتيشنز؟ ما اقدرش، لان الكوتيشن ماركس هنا symbolize a word for word account لشخص ما to support the author's argument. It's not to break the flow of the passage to introduce new ideas. Doesn't break the flow. تمام. ف this is it. Please if you have any questions prepare them right now. ماشي. هحلهم معاكم دلوقتي.